السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نعمة الصاوي من قناة نعمة الصاوي. النهاردة ان شاء الله انا هعمل معاكم ريفيو كده هو وجولة عن الفندق اللي انا كنت قاعدة فيه في الاسكندرية. ده طبعا اول حاجة انا بوريكم الغرفة طبعا اللي احنا قاعدين فيها. يعني النظافة ازاي، وبصراحة كانت ممتازة يعني. غير طبعا نظام الشقق هناك ما عجبنيش خالص. احنا اخدنا شقة وكده. هي ممكن يعني اختلاف الاماكن. هي دي كانت. مش فاكرة فين، هقول لكم دلوقتي. المهم ان هي المكان اللي احنا كنا فيه كانت المشكلة فيه الوحيدة بصراحة الشقة اللي اخدناها. احنا اخدنا شقة وبعد كده نقلنا ايه على الفندق دون. لما اخدنا الشقة كانت المشكلة في المية. المية تقريبا كانت بتيجي ساعتين في اليوم. احنا يعني قضيتنا مثلا ليلة. يعني احنا رحنا مثلا الظهر وبيتنا ليلة. عايزه اقول لكم احنا ما قعدناش للتاني، ما كملناش النهار. يعني احنا صحينا من النوم اصلا مشينا. لان طبعا انتوا عارفين مصيف يعني ميه، يعني مصيف اكيد ميه. بنرجع من البحر هدوم عايزه تتغسل، الاكل عايز مثلا يتعمل، او لو هنجيب جاهز من بره. بس في حاجات لازم بنعملها في البيت او الكلام ده كله. بقت فطار الكلام ده. فطبعا ما كانش ينفع ان احنا نقعد من غير ميه نهائي. فسيبنا المكان واضطرينا ان احنا ايه، رحنا مكان تاني. فعايزه اقول لكم الفندق ده تحفه. وطبعا انا بشكر خالتي ابو حمزه قاعد هناك اهو. كان قاعد مع حمزه وملك، وانا كنت قاعده مع الناس فوق. كان بينضفوا الغرفه وكده. يعني ده اساسي كل يوم، لازم كل يوم الغرفه تتنضف يعني وتتمسح والكلام ده. فهو كان بينزل مع الولاد عقبال ما انا ايه يخلصوا بس وبحصلهم. هم كانوا حابين طبعا ولاد حمام السباحه جدا. الفندق طبعا ليه حمام سباحة خاص بيه. الغرفة زي ما انتوا شفتوا الأول هو دولابين، دولاب وفي خزنة. لو عايز تحط حاجة مهمة أو الكلام ده كله. وتسريحة وشاشة والتكييف. وبصراحة كانت حلوة، يعني هي صغيرة كده على قدنا، حلوة بصراحة. كانت عجبتنا. احنا أصلا ما قعدناش فيها تقريبا. كان طول النهار القعدة في حمام السباحة، تحت على حمام السباحة. وبعد كده بنخلص شوية وممكن نروح على البحر حبة، يوم على البحر يوم حمام. هو أصلا الفندق حمام السباحة دون ليه بلاج كمان خاص بيه. يعني حمام السباحة في قلب الفندق وبرضه خارج كده. يعني في حمام سباحة بتاع بحر، بلاج خاص بالفندق. فطبعا دي كانت حاجة كويسة جدا. وتبع القوات المسلحة، اسمه فندق سي فيو. يعني بصراحة مش قادرة اقول لكم اهتمام ونظافة وحاجة ممتازة بصراحة. هنا دون. بصوا انا كنت فوق، انا بصور هنا فوق كده. هو المطرح ما انا بصور ده عند حمام السباحة. بالليل بقى بعد حمام السباحة بيحطوا كراسي كده، الناس اللي عايزة تقعد اهو زي ما انتم شايفين. انا الغرفة بتاعتنا كانت اول دور. في الشبابيك اللي في الاول دور دي شايفين اللي فيه الستارة ده، انا كان الشباك اللي جنبي على طول. آه، وهنا كانوا طلعوا يجيبوا لنا ميه ساقعه ونازلين. فالحته اللي تحت دي، شايفين احنا قاعدين هنا. الحته اللي تحت دي بيبقى بالليل بقى بيشغلوا دي جي وبيعملوا سهرات ويعني بيبقى الجو تحت حلو قوي قوي. الخيم اللي كانت بعديها دي كانوا ناس، كانوا الناس اللي عايزه تقعد بقى تبقى شايفه البحر او الكلام ده كله براحتها. بعد بقى اللي هي الحته دي اللي هم الناس قاعدين فيها بعديها في البحر البلاج بقى. في بيج باجي يعني ايه براحتكم بقى. بس تحت على الرملة. لكن الفوق ده كله اللي هو يعني كل اللي فوق دون اللي هو تبع بقى الفندق. يعني بلاط مثلا او كده. هنا طبعا كان الفندق كان بالفطار. زي ما انتم شايفين الفطار كان حلو محترم جدا جدا. كان الفطار بيطلع لنا في الغرفة. لو احنا عايزين ننزل في المطعم تحت تمام. بس احنا كنا ايه بنفطر فوق بصراحة وننزل. لان يعني كنت بعمل كمان سندوتشات لحمزة وملك. انتوا عارفين انه المية بتجوع. فكنا بنفطر فوق يعني وبننزل زي ما انتم شايفين. بصوا ملك، هم طبعا في حمام سباحة للأطفال وحمام سباحة للكبار. يعني الاتنين هم الاتنين جنب بعض بس في فاصل بينهم سور. لو تاخدوا بالكم كده هتلاقوا ايه في حد. يعني هتلاقوا ناس قاعدين عليه. انا كنت ساعات كتير بقعد على السور ده.
بص ملك اصلا وحمزه والميه طولهم، يعني الميه مش غويطه، لا الميه يا دوبك هم طولهم، يعني هم مش طوال قوي، بس هي الميه كانت مناسبه ليهم. هم قعدوا تقريبا بتاع اول يومين بالعوامات. هي كده كده انا العوامات الطواق بتاعتهم اهي موجوده، هو الازرق دون والاحمر بتاع حمزه، كده كده هم كانوا موجودين. بس هم لما نزلوا الحمام السباحة ولقوا ولاد زيهم نازلين من غير العوامات، فبدأوا ان هم يتجرأوا واحدة واحدة كده ونزلوا بصراحة. يعني ايه، طبعا عيني عليهم، بس هم بدأوا يتعودوا. هو حمزة مش بيعوم، لو تاخدوا بالكم حمزة بيمشي على رجليه. اهو السور اللي انا بقول لكم عليه اهو. الناحية التانية العمق بتاعها 2 متر على اليمين، وعلى الشمال بتاع 3 متر تقريبا، ده حسب كلام الناس اللي هناك يعني. آه، حمزة بقى زي ما بيشوف الولاد بينطوا في الحمام السباحة الكبار، فهو عايز يعمل زيهم، يطلع وينط كده. بس فهم بصراحة كانوا حابين المكان جدا، وانا كان اهم حاجة عندي انا وابو حمزة ان هم يبقوا مبسوطين. يعني احنا سافرنا كتير واحنا وجينا كتير، اهم حاجة عندنا كان هم يبقوا مبسوطين. هنا ملك كانت، انا برضو كنت، ده كان تاني يوم تقريبا. برضو هو قاعد هو تحت الشمسية لو تاخدوا بالكم. سنة كانت الدنيا شمس شوية، وبرضو كانوا بينضفوا الغرفة، وشايفين البلاج هناك اهو. يعني البلاج قريب برضو مش بعيد. ده هنا كانت حفلة، كانوا برضو على البلاج بيبقوا مشغلين دي جي والكلام ده كله. يعني بصراحة الجو ممتع جدا، يعني الجو حلو قوي قوي قوي. طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا بقى، اللي عايز يعرف اللي وصل معايا للفيديو لغاية هنا هو وحابب يعرف سعر الفندق ومكانه فين بالظبط او كده، يكتبوا لي في التعليقات وانا هقول لكم على كل ايه حاجة يعني. هنا دي في يعني لعب اطفال، بس يعني هي مش كتير، هي زحليقة بس يعني. بس الولاد كانوا فرحانين بيها. ده البلاج طبعا اللي خاص بالفندق، زي ما انتم شايفين البلاج نفسه حلو جدا، والميه بتاعته نظيفه. احنا كنا يوم قبلها، يعني اليوم اللي هو قبل ما نيجي الفندق دوت، احنا رحنا بلاج تاني غير طبعا اللي هنا، فكان زحمه جدا وكان تقريبا تاني شمسيه. لكن زي ما انتم شايفين البلاج هنا فاضي، لان هو خاص بالناس اللي موجوده في الفندق بس، واغلبيه الناس طبعا بيبقى الاغلبيه قاعدين على حمام السباحه. هو حمزه وملك بقى يعني قالوا لا احنا عايزين نروح نلعب بالجرادل، وطبعا ممنوع الجرادل على حمام السباحه، وعايزين نلعب في الرمله. فاحنا اضطرينا نروح بقى، يعني قلنا بنروح يوم كده يوم كده، نقعد حبه على حمام السباحه، نروح على البلاج، ليه؟ لان كله في مكان واحد بس. وعايزه اقول لكم ان هو كان اسبوع بس، كان بصراحه يعني مش قادره اقول لكم على جماله. اهو شايفين هو ده البلاش خاص، وممنوع طبعا اي حد يدخل من اي آه، من الناس يعني. هم عاملين يعني ايه زي سلك كده يمين وشمال، ممنوع اي حد يدخل غير اللي موجودين في الفندق. بصراحه الاهتمام، وانا ما كنتش خايفه. اي مكان بروح فيه ببقى خايفه على حمزه وملك جدا، لا هنا بصراحه الامن حلو جدا جدا. كانوا بينزلوا لوحدهم، بس مش بييجوا على البلاج. يعني كانت انا مثلا واقفه في الشباك، هم ينزلوا في الفندق تحت، يقعدوا على حمام السباحه على الكراسي زي ما حاطين الكلام ده كله، ما كنتش ببقى خايفه عليهم. بس وانتوا شايفين البلاج رايق ازاي. و... واتمنى بقى لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو وحابين تعرفوا معلومات، اكتبوا لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.